كل يوم زن 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 زن، عايزين بروست عايزين بروست عايزين بروست، ولا ويبقى البانيه كده ضخم كده وكبير، يعني ما ينفعش معاكم ستريبس، لا ننزلها هو بانيه كده زي اللي بنشتريه من بره. ننزلها قربة شوية خلاص دي. ماشي، هنحضر بقى، روح عم بازوكا وعم جميل. كنتاكي وهاردس وكل اللي بيعملوا بروست في الدنيا. مش عارفه هاردس بيعمل دي بروست دلوقتي ولا لا، بس يلا مش مشكله، اهو دخل في البتاع. يلا بقى نقول لكم التتبيله الجامده. اول حاجه هتحطوا 3 معالق من الملح، طبعا دي بمعلقه التوابل زي ما انتم شفتوها. هتحطوا عليها معلقه من البابريكا، معلقه من الشطه، معلقه من السبع بهارات، معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من بهارات هي اسمها بهارات الفراخ، دي بتتباع عند اي عطار. بهارات الفراخ دي شامله كاري وكركم، هي منها فيها. هنحط عليهم زي ما قلت لكم بابريكا وشطه. طب هحط عليهم حاجه تاني، هحط عليهم معلقه من الخل وبس كده. ابدأي قلبيهم، مش هنزود أي توابل تانية، لا لا لا، مش عايزين نزود أي توابل تانية، هي التوابل دي كفاية لأنها أصلا كتيرة. هنقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما قلت لكم بمعلقة الخل. وبعد كده هنجيب البانيه. البانيه أنا جايبة بانيه عادي جدا، ما جبتش صدور فراخ، هو يفضل صدور فراخ وتقطعيها تبقى تخينة، لكن للأسف ده اللي كان متوفر عندي، والحمد لله البانيه ما كانش رفيع، لا كان حجمه وسط وحجمه يعني ايه تخين شوية مش رفيع قوي. يلا الحمد لله بركة. ده عبارة عن كيلو بانيه. هنقلبهم كويس جدا ونسيبهم في التتبيلة مثلا ساعة ساعتين لغاية ما تجهزي حاجتك أو تجهزي الأكل. وممكن على فكرة ما تسيبوهوش فترة طويلة. أنا سبته ساعة لغاية ما أخلص بقية الأكل. بعد كده جبت طبق حطيت فيه بيضة وحطيت فيه معلقة دقيق وحطيت فيها معلقة من النشا، وهنقلبهم شوية حلوين كده، وبعد كده نزودهم شوية مية وهنضيفهم على التتبيلة اللي احنا عملناها. طب ليه ما حطيتش البيض من الأول؟ لا أنا كنت عايزاه يشرب التتبيلة وبعد في الآخر أحط البيض. طب لازمة البيض إيه؟ هو ده اللي هيخليه يقرمش جامد وهيديكي طبقة اللي هي ايه البروست هي دي اللي هيديكي طبقة البروست وهيخليه لونه ذهبي وهيخليه حلو جدا. قلبي بقى، تعالي نعمل الطبقة الخارجية. ايه هي الطبقة الخارجية؟ مكوناتها سهلة جدا. هتجيبي طبق هتحطي فيه كوباية ونص من الدقيق، هتحطي عليهم كوباية من النشا، هتحطي عليهم معلقة من الملح ومعلقة من البهارات الفراخ اللي انا قلت لك عليها. بهارات الفراخ دي بتتباع عند اي عطار، ومنها فيها زي ما قلنا كاري كركم. طب لو مش متوفره عندي بهارات فراخ او مش لاقيه عند العطار، هجيب ايه؟ هحط معلقه من الكاري، هتحط معلقه ونص من الكركم طبعا بمعلقه التوابل، وهتحط رشه بابريكا ورشه من السبع بهارات. حلو. ايوه قلبيهم ايوه. كلهم على بعض. لا بعد حلو. كده هتطلعي البانيه من التتبيله وتحطيه في البانيه. ما تقلبيش كده اللي هو تضغطي. شايفين انا بعمل ايه؟ بقلبهم على بحط الدقيق عليهم، او تعملي بايدي كده عليهم زي ما انت هتشوفيه اهو. وابدا انفر بقيه الدقيق الزياده منها. وممكن تعمليها طبق تاني ان انت ترجعيها في نفس الخليط اللي هي كانت فيه وتحطيها تاني في البريدنج اللي احنا عملناه. الزيت لازم يكون وسط، ما يبقاش سخن جدا وفي نفس الوقت ما يبقاش هادي، والنار تبقى وسط. حطيها وتبقى الزيت غامرها من فوق، ما تبقاش اللي هو حبة زيت صغيرين. وبعد كده تتقلب. هتلاقيها، انا عندي الكاميرا بايظه بس بصراحه يعني صورت في الاخر بكاميرا بتاعت موبايل جوزي وطلع تحفه، ناشف وجميل وبجد شكله يجنن. وكنت مبسوطه جدا 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 بلونه وبشكله وبطعمه. وبجد الطريقه دي بقيت معتمداها سواء في السترابس سواء في البروست سواء في البانيه. بجد بيبقى حلو جدا، ريحه وطعم وشكل بجد زي اللي بنشتري من بره. لو عجبتك وصفتي النهارده جربيها وطبقيها وابعتيلي التطبيق، وما تنسينيش بدعوه حلوه وكومنت حلو جدا كده، وارفعي لي البوست نزلها كده. بلايك. مع انت السلامة، كده أنا آسفة. نزلها قربها شوية دي. جميل.